ماينكرافت في الفترة الأخيرة تطورت بشكل كبير، ولكن هناك شيء تطور معها وهو تطور فيديوهات اليوتيوبر، وتطور معها ممنتجون ومحتويات ماينكرافت ويوتيوبر ماينكرافت. وفي هذا الفيديو راح أقول لكم أكثر من 11 فيديو لصناع محتوى جابوا ملايين مشاهدات في الفيديوهات. وبس يلا بينا نبدأ. في المركز 11 أوبس، المعروف بالنظريات الأسطورية والجميلة في ماينكرافت، وفي هذا الفيديو شرح لهم عن نظرية الأندرمان الأبيض الذي ظهر العديد من اللاعبون في العوالم، والصراحة شكله مونتاجه مرة أسطوري، وبالمناسبة هو أخو يوري. بالفعل نعم، في هذا الفيديو سنكتشف حقائق غريبة لم تكن تعرفها عن الأندرمان، ويا ترى ما علاقة هذا الكائن الأبيض به، وكيف ظهر لبعض اللاعبين بشكل غريب. في المركز 10 سبيد، اللي سوى فيه فيديو الرعب الذي طلب منه المتابعين يسويه، وسوى جزء أول كمان على فيديو الرعب، والصراحة المونتاج مرة أسطوري وقادر، والفيديوهات أسطورية كامل. وفكرة الفيديو انه كان يحاول يعيش من أخطر الموبات الموجودة في لعبة ماينكرافت ومن الوحوش الجديدة التي أضافتها المود، والصراحة المود كان مرة أسطوري وقادر، وظهر له فيه كتير أشياء مثل الهيروبراين وكثير أشياء أخرى. ايش هذا؟ وش ذا؟ هذا هيروبراين؟ ما اتوقع انه هيروبراين. الله ياخذك. جاي ينظرني عيالي، الحقني. اوكي. هلا والله، هلا آمر، كيف اقدر اخدم؟ خلاص. في المركز 9 مستر فاو، الذي قرر انه يذهب لاخطر مكان في ماينكرافت، والصراحة الفيديو قديم بس والله عجبني من ناحية المونتاج مرة اسطوري، حتى الفيديو كمان اسطوري، ما انه سحب القناة، بس ان شاء الله يرجع للقناة. يبدا منه الاستكشاف والجبل اللي بجانب لوكا. اتوقع انا اقدر اقول لكم اني حرفيا قدرت الاقي اندر مكان موجود في لعبه ماينكرافت. وات او ماي جاد، القصر يا جماعه، اقسم بالله. في المركز 8 خزنة، الذي ذكر لهم في فيديو اكثر 50 شيء يعرفه اللاعبون القدامى في ماينكرافت، والمونتاج اسطوري كمان، وفكرة التقديم أسطورية، والفيديو مرة عجبني، وما أنه قديم وكمان زاعب على القناة، فياريت يرجع. إذا تشوف الفيديو هذا ارجع يا خزنة، نحن ننتظرك. والمونتاج كان أسطوري، وأشكرك على الفيديو. أحسن من حياتي. بالإصدار 1.8. في المركز 7 سعيد، الذي قرر انه يبني اكبر بوابة اند في العالم تبعه، والصراحة المونتاج كان مرة اسطوري، وحتى التقديمة اسطورية، والدعم معه مرة قادر واسطوري. حتى الفيديو من وجهة نظري اعتقد بانه متعب، يكلفه البلايين من الايام حرفيا. لكن هذا الشيء وصار اسرع واسرع في كل مرة بنيت واحدة من هذه الفريمات. خلصت اول واحدة على السريع، ما راح اطول معكم هنا بالريبلاي. هذه هي بوابتنا اللي سويناها. فيا جماعة الخير، تقديرا لهذا التعب اتمنى منكم جميعا حطونا لايك وتشتركون بالقناة. المركز السادس بير، الذي قرر ان يلعب اكثر ما برعب في ماينكرافت، وجاب معها سعيد، والفيديو مرة اسطوري ويخوف كمان، وحتى التقديمة والمونتاج اسطوري، وش صراحة الفيديو اسطوري بمعنى الحرف حرفيا. كان هو وسعيد انهم يحاولوا ينجون من اخطر المود في ماينكرافت، وهذا المود الرعب الذي جربه سبيد. احداثيات. اوكي، المشكلة انه دمي مرة ناقص، فلازم انتبه ما اغرق. اوه ماي جاد، دقيقة شفت حاجة، اقسم بالله في حاجة هناك، شايفينها؟ اوكي ابى قلت ابى ازبان، لا تكفى اموت، ما قاعد اشوف شيء. اوه ماي جاد. اوكي انا جبت العين، تخيل انا هنا في هذا المكان، انا مت هنا. يعني هذا مكان مو امن لصالح؟ هذا مو امن ابدا. المركز الخامس عمر 5، المعروف بالبنايات الأسطورية، والفيديو اللي نزله مرة أسطوري. فكرة الفيديو كالآتي، إنه يحاول يعيش 100 يوم في أخطر عالم في ماينكرافت. وهدفي في البداية كانت بسيطة، لأنا أبني لي مكان محترم، جايب لي شوية دروع وأعيش حياة كويسة، لكن كل ده اتغير في لحظة. قبل ما نبدأ الفيديو متنساش تجيب لك حاجة تشربها أو تاكلها، لأن ده هيبقى فيديو دسم شويتين، وغير كده طبعا متنساش الاشتراك عشان ميطلعلكش بالليل وأنت نايم. اوكي دي دخلة. اشترك الآن قبل ما يأتي إليك عمر 5 بالليل، اشترك. هتكون مستخبية، لازم ألاقيهم أنا وأكسرهم بسرعة. شوف ده عامل، ده حرفيا ماسك بيكاكس وفحم في ايده. في المركز الرابع كأفضل لاعب هاردكور في ماينكرافت وهو وازيتريكس، الذي قرر في هذا الفيديو أن يعيش 100 يوم في أخطر عالم في ماينكرافت وداخل الكهف، وفيه كثير موبات ووحوش تحاول تقتله، والهدف كان أسطوري، والفيديو كان مرة أسطوري. كل المهمات اللي علينا ولا لا؟ ايش ده؟ ايوه، موت. صار صعب اني اعرف وين هو. اوه ماي جاد، احتاج بس على الاقل حبه ايرون بس عشان احمي نفسي من الموباد. اوه ماي جاد، ترسبن يا اخوان، ما ادري كيف راح ادمج الصدق، بس تمام بحاول. حبيبي هديها. اوكي بحاول ادمجه. ايوه تعال. ايوه وينه؟ ورا وجه
قايس ده. في المركز الثالث يوسف رزبة الذي قرر انه يعيش 100 يوم كمتحول، فاذا قدر يقتل موب انه يقدر يتحوله، والمونتاج كان اسطوري والفيديو اسطوري، ولكن البداية كانت اسطورية، ولكن مع الاخير اختلفوا في كل شيء. يوم بأننا نقتل هذه النحلة. احا يا عم صرت نحلة. أكيد من هذا البيت هو أني أسوي لي مخزن فيه، فإذا سويت لي مخزن بيكون الهدف من هذا البيت تم. طيب المهم خلنا نحط كل أغراضنا في هذا الصندوق حاليا، والحين حان وقت العمل. اوكي خلصت البيت وخلني اوريكم اياه. طبعا في البداية توصل لهنا عندها والله اسف هايبر. المركز الثاني فليكس الذي حطم الارقام حرفيا، واللي تنابز معي فيوري انه مين اسرع واحد يختم الالعاب، والفيديو كان مرة اسطوري وفيه ساعة حرفيا، والالعاب تزداد شدة بشدة بعد انتهاء اللعبة الاولى. ما يفقدها كلها وبيكون هو الخسران. وعشان هذا الشيء يوري في عندنا هنا كاترين الروبوت اللي هي اللي راح تعطينا كل الالعاب اللي راح نلعبها. هذه بتعطينا التحديات. بس عشان نشغلها لا عندي توتم اوف داينج غير محدود. وين؟ انا ماني شايف اي شيء. تعال قاعد لساته يحاول يقتلني بدون السيف. تعال اسمع، بستعمله خلاص. كل شيء قاعد بصير زي ما خططت له، بس ليش حاسس انه في شيء غلط؟ هي اللي كانت مطفي البي في بي. لكن بعد نهاية الألعاب فاز يوري بذكاء الأسطوري والخارق، وعرف بأن كاترين هي التي كانت تستعمل بي في بي. قلت قبل اني مع فليكس. مو راضي يحط شيلد. موت. شفت؟ قلت لك انا معك. لا يا سلام لا. في حد هنا؟ مين فتح في المركز الأول هايبر حاول إنه يهرب من أكثر جزيرة مرعبة ومخفية في ماينكرافت ويعرف سرها. فيديو كمان قديم بس أعرف إنه أسطوري ومونتاجه مرة أسطوري. يا ريت هايبر يرجع لذي الفيديوهات، والله إنها كانت أسطورية ومدهشة كمان. هذا الفيديو من بدايته لنهايته لأن الأحداث متغيرة كثير. جهز شي تاكله، كبر الشاشة وتعال تابع هذا الفيديو اللي يعتبر أفضل فيديو في قناتي لحد الآن. كل الجزيرة راح تختفي وراح يظل بس هو الموجود. يا كيف ما انتبهت له أنا. سوينا خطة عشان نستكشف البيت. أنا بدأت استكشفه من فوق ويوسف بدأ يستكشفه من تحت. معظم اللوت اللي أنا لقيته كان لوت ما منه فايدة، بس في شيء واحد جذب انتباهي. كيكا ويزرد ستيك إيش منطقي بالنسبة لي الحين. أوكي على طول هجمت بسحري وقتلتهم بدون ما يحسون. أنا جوناثان جوزيف جوستر قلت أو ماي جاد. تعال لا تعال خلاص وقف. في المركز 0 كأفضل صانع محتوى بالنسبة لي هو يوري. ففي هذا الفيديو ذكر لهم 32 شيء لازم ينضاف إلى ماينكرافت، وأنا أتفق معاه في الرأي. والمونتاج كان أسطوري والفيديو أسطوري. ويوري إذا كنت هنا علق وحط لي لايك. انفجار عادي في العالم العادي. وفي هذه الإضافة راح نضيف كريبر الناذر والآن. الكريبر اللي في الناذر ما يحترق في اللافا وينفجر بنفس قوة انفجار الكريبر العادي، لكن راح يحرق كل مكان اللي حوله، وكمان راح يخلي سحابة إذا لمسته راح تعطيك افكت الفاير ريزيستنس لمدة 3. تحديث 1.15 اللي اضافوا فيها النحل، صار مجتمع لاعبين ماينكرافت يطالب بإضافة القروي النحال اللي يربي النحل ويبيع العسل والورود وصناديق النحل ويشتري منك الهونيكوم والنحل. وبس والله كنا ذوي، وكل الفيديو وصلنا الى نهاية الفيديو. يا ريت اذا عجبكم محتوى وجيت تشترك في القناة وقول لي من هو افضل يوتيوبر لك بالنسبة لك. وبس اشوفكم في المقطع الجاي.